مساكم الله بالخير جميع. يقول يعطي العطاء من كان ظالم بالعطاء ويمن العطاء من كان خاله لاش. قال هذا البيت هو رجل غير معروف من المغربيين، والمغربي عادة يطلق على الشخص اللي يأتي من شمال أفريقيا ويكون عربي ويكونون حجيج، فلما يقضي حجهم يذهبون من شمال أفريقيا هذول المغربيين حجيج، بعد ما ينقضي الحج يذهبون إلى نجد، بعضهم فضول بعضهم له حاجة. فسالفة هذا المغربي اللي قال القصيدة أنه نزل على أحد البدو، سالفة هذا المغربي راعي القصيدة أنه نزل ضيف على أحد بدوان نجد، فلما نزل عليه كان العرب أول قل، يعني ما كل واحد يذبح له ذبيحة، فقدم له شيء بسيط زاد بسيط، ما كل واحد يذبح له ذبيحة لأن العرب أول كان في قل، فقدم له زاد بسيط قال له كل. قال له يا طويل العمر أنا جوعان، أنا أبغي عيش أبغي لحم جوعان. قال يا رجل اكل ونم يا رجل، ما عند إلا هذا، اكل ونم. قال المغربي طيب الله كريم يا بدوي، الله كريم يا بدوي. فأكل المغربي وانسدح، أكل المغربي وانسدح. بعد شوي له جاهم ضيف، جاء البدوي هذا ضيف. الضيف هذا من هو؟ حجرف الذويبي، أحد شيوخ حرب معروف الفارس والشاعر المعروف حجرف الذويبي. كان عند هذا الرجل البدوي هذا كان عنده بنت مذكورة بالزين، مذكورة الحجرف الذويبي، وحجرف الذويبي جاي يبغى يخطبها. قام أنت يا الرجال ذبح الذبائح. حجرف الذويبي جاء، لما جاء حجرف الذويبي قام هو ذبح الذبائح. طبعا اللي جاي الحين الشيخ حجرف الذويبي، ما هو بالمغربي مسكين. فلما قلطوا العشاء شاف الشيخ حجرف الذويبي المغربي نايم، شاف حجرف الذويبي الرجال المغربي نايم في زاوية مجلس، قال قوم الرجال هذا يتعشى معي. قال يا رجال تعشى ونام. قال والله ما تعشى الا هو معي، قوم الرجال تعشى معي. فراح انت يا راعي المحل. فلما حلف عليه الشيخ حجرف الذويبي قام انت يا راعي المحل وقوم المغرب. فلما قال قوم تعشى، قال له المغربي ما قلت لك الله كريم يا بدوي. فقام المغربي وتعشى معه. قام المغربي وتعشى مع الشيخ حجرف الذويبي. فانتبه الشيخ حجرف الذويبي لشراهة المغربي، هو يقول ذاك ان الرجال تعشى ونام، انه كان متعشي. فانتبه لشراهته، الرجال مو علم الشيخ حجرف الذويبي ان المغربي هذا او الرجال هذا مو على عشاء. فقام الشيخ حجرف الذويبي قام يتعشى شوي شوي عشان ما يعجل الرجال العشاء، عشان ياكل لين يشبع. يقوم ما شبع المغربي من العشاء، قال له الشيخ حجرف الذويبي كل. فرد عليه بقصيده، وكان بعضهم ذولا يعرفون بعض القصائد، يعني كان عندهم بعض القصيد لكن بسيط، يعني مو مثل القصائد. هم معروف عنهم انهم يتكلمون باللغه العربيه، وكان عندهم بعض يعني الشعر، يعني كانوا يقولون الشعر لكن كان الشعر البسيط، يعني مو مثل الشعر النبطي. فرد عليه بقصيده يقول فيها شبعنا وشبع الذر من سورنا، وللذر من زاد الرجال معاش، يعطي العطاء من كان ظالم بالعطاء ويمن العطاء من كان خاله لاش، من لا يعرم منسبه قبل منشبه تروح عليه المقبلات بلاش. كان في هذا البيت الأخير يلمح الشيخ حجرف الذويبي على الشيء اللي هو جاي عشان الخطبة، ياخذ البنت الردي هذا. في هذه الأبيات يلمح الشيخ حجرف الذويبي أن الرجال ذي ترى ما هو طيب، يعني الرجال لا يستعجل في الزواج عشان ذكر زين مرة وبها ردي، يطلع عليك ولد ماشي ولا مو. فهم الشيخ حجرف الذويبي مقصد هذا المغربي في هذه القصيدة، انه يلمح له انه ما يتزوج بنت الرجال هذا الردي. فقال غسل يديه وقال اكرمكم الله بدون ما يخطب ولا شيء، وركب ذلوله وتوكل. ركب الشيخ حجرف الذويبي ذلوله الا المغربي وراه، وقف يا ولد وقف يا ولد. قال وش عندك؟ ودني معك لا تخليني عنده، ولا تخليني عنده يذبحني، يقول ما منعت زواجك على بنته، ودني معك تكفى. فكانت هذه من عادات العرب انهم ينظرون الى النسب، يعني النسب عندهم اهم من الشكل، فكانوا يرون نسبها طيب، ابوها طيب، اخوانها طيبين، فيتزوجونها ما عليهم من شكلها. حكمة في اختيار النسب وطيب الرجل قبل الشكل هو أن يظهر يولد له ولد طيب على خواله ولا على عمامه، فعشان كذا يختار النسب على الشكل. وما يندرى ولا الخيار. في الشاعر ابن حمري شو يقول؟ كم بنت هامن جاء ولدها بطل الأبطال، وكم بنت شيخ جاء ولدها قصير يدين. هذا مهم مقياس وما يندرى ولا الخيار.